مرحبا، معكم خلود، واليوم فيديو جديد. واليوم حنقيم قمصان الفرق العربية المشاركة لكأس عالم 2026. كل القمصان العربية هنالك 8 دول عربية مشاركة. هذا هما 8 دول هتظهر لكم على الشاشة. من المشاركين ان شاء الله نكون ذكرتكم كامل: المغرب، تونس، العراق، مصر، السعودية، الجزائر، و مش عارفة واحدة آخرين. أكيد حيكون معي محمد مشارك في هذا الفيديو. خلونا نبدأ. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات ليوصلكم كل فيديو جديد أنا بنزله. أول منتخب وهو الجزائر. هذا هو طقمه. قميص جميل ولكن في أحسن. حاطيله 6 أو 8/10. 8/10 يستاهل 8/10. نروح للمنتخب التونسي. الآن قميص تونس، قميص أسطوري. الجوانب فيها أشياء رائعة. هقيمه 8/10. أسطوري نار. لو كان أقدر أشتريه لاشتريته. اللي بعده حيكون السعودية قميصها أسطوري، خاصة ذيك اللمسات البنفسجية. خلونا نشوف الفوتو جيدا، في الصورة جيدا تلقوا واحد اللمسات نار. حقيمة 9/10. هذا حيكون أفضل قميص. يمكن في قميص أحسن منه ما نعرف، لكن عجبني هذا الصنف الأول. والطقم اللي بعده حيكون طقم المغرب. طقم المغرب جميل ولكن السعودية يفوز. هذا الطقم حاطيله 7/10. جميل ولكن بسيط. الآن دور منتخب الأردن. طقم الأردن جميل جدا ولكن ليس بالواو، يعني حاطيله 7.5/10. المنتخب العراقي. أنا أحب جدا القمصان البيضاء. هذا حيحصل على 9/10. جيد جدا. كلامي ليس 9/10 بل 10/10. أسطوري أسطوري أسطوري. لو كان في أحسن لقيمتك، أعطيتك أكثر من 10، ولكن تقييم 10. واو. دور المنتخب القطري. قميص جيد جدا وممتاز. أكرم عفيف حاطيله 8.5/10. ممتاز جيد جدا. لو كان عندي للست. الآن معنا آخر منتخب وهو مصر. منتخب مصر أو قميص تاعه يعني هو جيد لا بأس به، ولكن دع الموسم الماضي أسطوري. هذا حاطيله 6/10 أو 6 لا 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 6.5. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. هذا ترتيب تاع المنتخبات اللي لديها أفضل قميص. وهذا كان الفيديو. لا تنسوا اللايك، الاشتراك في القناة، وتفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.